فضائل الذكر كثيرة وثوابه عند الله عظيم، فالذكر حياة للعبد يشعر من خلاله عظمة الله تعالى، ويحافظ على اتصال بربه عز وجل، ويذكر بعظيم حقه سبحانه، وهذا ما يمنح العبد السعادة والطمأنينة والخير الكثير. والذكر من أسهل ما يكون مع عظمة أجره، فإن المسلم يستطيع يذكر الله دائما في كل أحواله، قائما أو قاعدا أو على جنب، ولا يكلفه ذلك أي عناء أو تعب، وهذه مكافأة إلهية لمن يذكر الله تعالى. أولا، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ثانيا، عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه مسلم. رابعا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. خامسا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره، والتره النقص. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. سادسا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. رواه الترمذي. سابعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه ابن ماجه. ثامنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. تاسعا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عبدي أنا عند ظنك بي وأنا معك إذا ذكرتني. أخرجه الحاكم في المستدرك. عاشرا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. الحادي عشر، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم. الثاني عشر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين:
الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته.